متابعينا مرحبا بكم أينما كنتم. كما نعلم، الرئيس ترامب أعلن عن نهاية الحرب بين إيران وإسرائيل، لكن ما حقيقة ذلك؟ وهل سيلتزم الطرفان بهذا الإعلان؟ بدنا نرحب اليوم بالدكتور سنابرق زاهدي، وهو رئيس لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. دكتور زاهدي، أهلا ومرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، أخ محمد، وأهلا بكل أعزائي المشاهدين. أهلا دكتور. هل تعتقد دكتور بأن إيران ستلتزم بوقف إطلاق النار، خاصة وأن يعني آخر المعلومات المتوفرة بأنه تم رصد إطلاق صاروخين قبل قليل على حيفا؟ إذا سمحتم لي، قبل أن نذهب إلى تفاصيل هذه الحرب أو وقف إطلاق النار، أنا أفضل أن أركز على موقف المقاومة الإيرانية حيال إعلان وقف إطلاق النار. هذا كلام جديد مهم. من السيدة مريم رجبي، رئيسة جمهورية المقاومة الإيرانية. هي رحبت بوقف إطلاق النار وبإنهاء الحرب الخارجية، وأكدت من جديد على مطلب الشعب الإيراني للحرية والانتصار في حربه المصيرية ضد الفاشية الدينية. هذا أنا أقرأ باللغة الفارسية وأترجمها باللغة العربية، وآمل أن تكون ترجمتي دقيقة. صحيح. مهم. قالت إن اقتراح وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب يعتبر خطوة إلى الأمام في اتجاه الطريق الثالث أو الحل الثالث، لا للحرب، لا للمساومة والمهادنة مع هذا النظام. واسمه أن يقوم أبناء الشعب الإيراني ويواصل حربه المسيرية ضد خامنئي وضد ديكتاتورية ولاية الفقيه، وبذلك باستطاعتهم إسقاط هذه المجموعة الإجرامية. الشعب الإيراني في نضالاته لمدة 100 عام دفع ثمنا غاليا وباهظا وداميا في انتفاضاته الشعبية، في انتفاضاته المتتالية ضد ديكتاتورية الشاه وبعدين ديكتاتورية ولاية الفقيه. فأؤكد وأكرر أننا نحن نريد ونعمل من أجل إقامة جمهورية ديمقراطية غير نووية مبنية على فصل الدين عن الدولة ومساواة الرجل والمرأة، وكذلك الحكم طيب. الذاتي للقوميات الإيرانية. هذه الجمهورية هي التي ستجلب السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان والاستقرار والبناء والصداقة والتعاون والتنمية الاقتصادية لجميع أبناء المنطقة وللعالم. مهم. هذا كان موقف السيدة مريم رجبي. لكن فيما يتعلق بموقف النظام الإيراني وماذا يفعل، لا شك أن هذا النظام كلما بغي في صميم الأزمة، في صميم الحروب، ولا يمكن له أن يبقى إنما كان هناك حرب، عفوا سلام دائم، ويسود السلام على المنطقة، كما أنه لا يمكن إلا وأن يبقى من خلال الغمع الشامل ضد أبناء الشعب الإيراني. مهم. لا يمكن لهذا النظام أن يبقى في جو من الديمقراطية، كما أنه لا يمكن أن يبقى في جو من السلام والتبدد والإخاء. مهم. إذن لا شك أن هذا النظام إذا بغي سيقوم بخلق أزمة أخرى وبتصدير حرب والإرهاب إلى مختلف الدول، كما فعل خلال 46 عاما التي مضت على وجود هذا النظام. طيب. دكتور، خلال 12 يوم الآن بدنا نحكي شوي بالتفاصيل. برأيك ما الذي خسرته إيران وما الذي يعني حققته خلال هذه المدة؟ أعتقد أن أعتقد أن مع الأسف الشديد أقول هذا الكلام، لأن بشكل أو بآخر كل ما خسر هذا النظام هي خسران وخسارة للشعب الإيراني ولمطالب الشعب الإيراني أيضا. تعرفون أن هذا النظام صرف أكثر من 2000 مليار دولار على المشروع النووي.
لا أقصد أنه أنفق هذا المبلغ بشكل مباشر، لا. مئات المليارات صرفها على المشروع النووي، وأيضا خسر كثيرا بسبب عدم النفع، يعني عدم الحصول على المكاسب الاقتصادية. إذا إنما نقول نحن أن هذا النظام أنفق تريليونين دولار على المشروع النووي، هكذا نقصد، لأن هناك شيء من سوء الفهم في هذا المجال. لذا أود أن أوضح. إذا نظرتم بأن هذا النظام، أولا المدخل الرئيسي أو المدخل الأساسي لإيران، يعني وطبعا في ظل هذا النظام كان مدخول النفط. وللعلم مدخول النفط الإيراني خلال سنوات حكمه من 1979 وحتى الآن أقل من تريليون ونصف دولار، يعني 1500 مليار دولار. فصرف هذا النظام على المشروع النووي أكثر من تريليونين دولار. أعتقد من هذه المعادلة باستطاعتنا أن نعرف ماذا فعل هذا النظام وماذا خسر. وإذا نعم، بغض النظر عن الضربات التي ألحقت بكبار قادة قوات الحرس وغيرهم وعمليات التخريب الذي حصل، هذه هي الخسارة الكبيرة التي مني بها هذا النظام من خلال هذه الحرب. نعم. ولا أستطيع أن أقول ولا يمكن لي أن أقول أنه استطاع من الحصول أو ربح فلسا واحدا، صفر، حقيقة صفر، لأن هذا النظام لم يستطيع من يعمل أي شيء، بالعكس تماما. طيب دكتور زاهدي، لكن هل تنكر دكتور زاهدي، نعم. هل تنكر أنه اليوم الشعب الإيراني يقف إلى جانب هذا النظام؟ يعني هل تنكر أنه شعبية هذا النظام ازدادت من وراء هذه الحرب؟ بالعكس تماما، بالعكس تماما يا أخي. يجب أن ننظر للشعب الإيراني نظرة حقيقية، نظرة واقعية. الشعب الإيراني شعب متعلم، شعب ذكي، يعرف دقيقا ماذا يجري، ويعرف أن هذا النظام هو الذي جلب كل هذه المشاكل لهذا النظام. والدليل واضح جدا. ماذا فعل هذا الشعب هيال هذا النظام؟ هذا الشعب قام بانتفاضات شعبية عارمة خلال السنوات منذ أن جاء هذا النظام للسلطة وحتى الآن. وتعرفون أن من عام 2010 وحتى الآن كانت هناك 5 انتفاضات كبرى التي شملت كل أنحاء البلاد. والشعارات التي رفعها أبناء الشعب الإيراني خلال هذه الانتفاضات كانت شعارات لإسقاط هذا النظام: الموت خامنئي، الموت ديكتاتور، الموت للظالم، سواء كان الشاه أو المرشد أو ما شابه ذلك. نحن عازمون ونحن مصممون حتى النهاية. يعني مئات الشعارات التي رفعها أبناء الشعب الإيراني خلال هذه الانتفاضات كانت مضمون ومغزى هذه الشعارات إسقاط هذا النظام. فلم يبقى أي علاقة بين الشعب الإيراني وبين هذا النظام. فمن بغي لهذا النظام هؤلاء هم ثلة من المنتفعين من هذا النظام الذين هم في قوات الحرس أو البسيج. حتى أن أقول لكم أن حتى قوات الحرس والبسيج أيضا بدأت الانشقاق في داخلهم بسبب ممارسات هذا النظام. هذا أولا. ثانيا هناك مؤشر آخر، إذا سمحتم لي أنا أشير له، أن هناك نقاط مهمة أعتقد في الرد على السؤال الأول. أيضا كان بودي أن أركز على نقطة مهمة، أن هذا النظام تعرفون خسر هذا النظام أذرعه ووكلاءه في المنطقة، سواء حزب الله في لبنان أو الحوثيين في اليمن أو بشار الأسد في سوريا وغيرهم. فهذه العملية، يعني عملية 10 أيام من الحرب، أعتقد أنه سجلت هذه الخسارة الاستراتيجية الكبرى لهذا النظام. يعني النظام خسر قبل ذلك هذه الوكلاء والعملاء، لكن من خلال هذه الحرب تم تسجيل وتثبيت هذه الخسارة الاستراتيجية لهذا النظام. فيما يتعلق بالعلاقة بين أبناء الشعب الإيراني وبين هذا النظام، أنتم تعرفون أن أبناء الشعب الإيراني دفعوا، يعني هناك حرب حقيقية، هناك حرب بين أبناء الشعب الإيراني وبين هذا النظام. هذه الحرب لم يبدأ منذ 10 أيام. هذه الحرب بدأت
بدأت منذ عام 81 1981. وبالمناسبة قبل أيام، يعني قبل 4 أيام، كان ذكرى 20 يونيو، كانت ذكرى 44 من انطلاقة المقاومة الإيرانية وانطلاقة لكن يا انطلاقة دكتور، هذه الحركة يا لإسقاط هذا دكتور النظام. يا نعم. دكتور زاهدي يا دكتور زاهدي، قد يقول البعض انه انتم يعني حالمون هذا النظام. يعني حضرتك ذكرت في البداية البيان اللي صدر من قبل المقاومة الإيرانية بخصوص الإعلان عن وقف إطلاق النار. هذا النظام مثل نظام يعني مو كثير بعيد عن نظام بشار الأسد، وحتى إن اختلفت الظروف، لكن قد يقول قائل أنه هذا النظام لن يسقط إلا بالقوة. أنتوا عم تحكوا عن تغيير قد يحدث من خلال مظاهرات ويعني ما إلى ذلك، هذا مستحيل أن يتحقق. المفروض كان نعم لكن المفروض كان على المقاومة أن تستغل، وعلى الشعب الإيراني أن يستغل هذه الضربات لإسقاط النظام. نعم، كلامكم دقيق وصحيح، وأنا موافق مع كل من يطرح هذا السؤال. بالتأكيد، بكل تأكيد 100%، لا يمكن إسقاط هذا النظام لا من خلال المظاهرات فقط أو من خلال العمليات السلمية. مرحلة العمليات السلمية ضد هذا النظام انتهت قبل 44 عاما، يعني كانت هناك 2.5 فقط في بداية حكم هذا النظام، كانت هناك نشاطات سلمية ونحن كنا نقوم بنشاطات سلمية. لكن بعد ذلك ولما قامت هذا النظام بإعدامات جماعية انتهت تلك الفترة وبدأت فترة أخرى. مم. هذه الفترة كانت فترة المقاومة. صحيح أن هذه الفترة طالت هذه الفترة 44 عاما، لكن المهم أن من خلال هذه التجربة الكبيرة الطويلة أدرك أبناء الشعب الإيراني شيئا فشيئا أنه لا يمكن إسقاط هذا النظام إلا من خلال جيش التحرير الوطني، صحيح، وعمليات المقاومة. وبالمناسبة أنا أقول لكم مثل حتى تعرفوا ماذا يدور في داخل إيران. مم. في يوم 20 من هذا العام، يعني قبل 4 أيام، قامت وحدات المقاومة في مختلف مناطق إيران ب30 عملية ضد هذا النظام، ضد مراكز هذا النظام، مراكز قوات الحرس، قوات البسيج، مراكز الملالي، هؤلاء ما يسمون أنفسهم برجال الدين، يعني أقصد الحوزات الدينية، كانت مستهدفة من قبل وحدات المقاومة. فوحدات المقاومة نشطة في مختلف مناطق إيران. مم. هناك آلاف وحدات المقاومة الآن تعمل في مختلف مناطق إيران، ونحن إنما نعتمد على الانتفاضات الشعبية، نعتمد على الانتفاضات الشعبية لتكون مؤيدة لعمليات المقاومة. يعني بتركيب عمليات المقاومة مع الانتفاضات الشعبية يمكن إسقاط هذا النظام. هذه هي الاستراتيجية التي نعتمد عليها. وأعتقد ما تفضلتم بالنسبة لسقوط بشار الأسد، أعتقد مجرد سقوط بشار الأسد دليل على أن هذا النظام أيضا يمكن إسقاطه، ونحن وشعبنا سنقوم بإسقاطه إن شاء الله. طبعا تعرفون أن النظام الملالي يختلف قليلا عن نظام بشار الأسد، لأن طبعا يحكم إيران، بلد أكبر بكثير، وطبعا هؤلاء الملالي هم دجالون. كل هذه الأشياء صحيح، هم الذين يستغلون المفاهيم الدينية. وإذا الحرب ضد هذا النظام أصعب، صحيح، لكن هناك أيضا مقاومة متجذرة، مقاومة ثابتة في مواقفها. وهذه المقاومة حتى الآن قدمت أكثر من 100,000 شهيد. الآن هناك في سجون إيران هناك أعضاء وحدات المقاومة في السجون مدارون بالإعدام، والنظام يريد أن يعدمهم. فمعناه أن المقاومة مستمرة بين أبناء الشعب الإيراني ضد هذا النظام وهذه المقاومة. وأعتقد أن ما حصل خلال هذه الأيام الأخيرة صحيح أنها منعطف تاريخي في تاريخ النظام. نعم. لكن لا شك أن اليوم أبناء الشعب الإيراني سيأتوا إلى الساحة ويقولون لهذا النظام: لماذا صرفت هذه المبالغ الهائلة من ثرواتنا على المشروع النووي؟ المشروع النووي في إيران مشروع لا وطني بكل ما تعني الكلمة، يعني لا علاقة له بمصالح الشعب الإيراني. هذا لماذا النظام. طيب يا نعم. دكتور زاهدي، لماذا طبعا هذا يعني سؤال أيضا محق من قبل
الناس انه لماذا على ايران حرام عليها ان تمتلك مشروع نووي، وبالتالي يعني تطوير أسلحة وقنابل نووية، لأنه هناك خوف، وحلال على إسرائيل اللي في المنطقة واللي تقوم يعني على تهديد المنطقة، تقوم بتهديد المنطقة، حرام عليها أن تمتلك أسلحة نووية. هذا هو يعني هذه هي الحجة التي يتحدث بها دائما يعني الساسة في إيران أو المسؤولين في إيران. يا أخي العزيز، إنما نتحدث عن النظام الملالي فنتحدث عن ظاهرة غريبة حقيقة في هذا العصر. هذا النظام لم يمتلك الأسلحة النووية. ماذا فعل بأبناء الشعب السوري؟ ماذا فعل بأبناء الشعب اللبناني؟ ماذا فعل في العراق؟ ماذا فعل باليمن؟ ماذا فعل بفلسطين؟ يا أخي، هذا النظام لا يستطيع أن يبقى إلا بأن يقوم بتصدير الحروب وبتصدير المجازر إلى الدول الأخرى، لأنه يعرف قبل كل شيء أن أبناء الشعب الإيراني يريدون إسقاط هذا النظام، فيريد خلق اختلاق أزمات كبرى ليلتجئ إليها للبقاء، لا أقل ولا أكثر. فهو يلتجئ ويريد القنبلة النووية أيضا لتحكيم هذا الموقف. يا أخي، لا يريد النظام الملالي القنبلة النووية لإسرائيل أو للغرب، لا، يريدها لأبناء الشعب العربي في مختلف الدول العربية. مم. يريد تثبيت وتكريس هيمنته على المنطقة من خلال حيازة الأسلحة النووية. الصورة واضحة جدا. طيب. ماذا فعل طيب. هذا النظام خلال فترة حكمه؟ ألم النظام الحاكم في إيران قتل من المسلمين، يا أخي، قتل من المسلمين من الشيعة والسنة أضعاف ما قتلوا أكثر من من اليهود. أي نظام آخر، من أي نظام آخر في العصر الحديث. يعني خلال القرون الأخيرة اللي نحن هناك تاريخ مدون لم يقتل من المسلمين أي نظام أكثر من نظام الملال الحاكم في إيران، سواء من أبناء الشعب الإيراني، أبناء الشعب العراقي، أبناء الشعب السوري، اللبناني، اليمني. يا أخي، هذا هو النظام. يعني طيب. يجب أن نحكم على الحقائق، مش على الأحلام وعلى النظريات والفلسفيات. لا، هذا النظام لا يريد القنبلة النووية إلا وأن يكرس وجوده وهيمنته على منطقة الشرق الأوسط وعلى الدول الأخرى. وهذه الاستراتيجية استراتيجية قد بنيت منذ عهد خميني وحتى الآن، طيب دكتور، وخامنئي أيضا جميل. قام نعم. وصلت هذه الفكرة. نعم. الآن دكتور، وهذه يعني قد تقال علنية. هل أنتم في المقاومة تضعون يدكم بيد إسرائيل؟ يا أخي العزيز، نحن بدأنا حربنا منذ 44 عاما، مم. وخلال حربنا خلال هذه السنوات الطوال ماذا فعلنا نحن؟ إذا قمتم ب... بدراسة نضالات حركة المقاومة الإيرانية، الجريمة الكبرى، إذا صح التعبير بين القوسين، الجريمة الكبرى التي ارتكبتها هذه المقاومة هي أن هذه المقاومة مقاومة مستقلة. هذه المقاومة تعتمد على أبناء الشعب الإيراني لا أقل ولا أكثر. وهل هذا هذه يكفي؟ الجريمة هل الكبرى. هذا يكفي دكتور نحن أبناء مجاهدين؟ الدكتور مصدق. نحن في إيران نعتبر أنفسنا أبناء الدكتور مصدق، ليس من اليوم، بل في نظاراته ضد الشاه. الأخ مسعود رجبي في المحكمة العسكرية مم. لحكم الشاه في عام 1972 أعلن حرفيا: نحن أبناء السياسيين للدكتور محمد مصدق، الرجل الوطني الوحيد في تاريخ إيران الذي تم إطاحته من الحكم بانقلاب عسكري بريطاني أمريكي. نحن نعتبر أنفسنا وطنيين. هذا والاستقلال السياسي والمالي والفكري والعقيدي هو أول مبدأ نعتمد عليه في نضالنا. حسنا، لهذا لكن السبب هل بقينا يا هذا أخي. يكفي يا دكتور؟ هل هذا يكفي؟ يعني في العلاقات والسياسة، هل هذا يكفي؟ طبعا طبعا يكفي. نحن يكفينا يا أخي. شوف شو صار. إذا نظرت النظرة الواقعية إلى ما جرى خلال هذه الأعوام، هذا النظام كان تهديدا للسلم، كان تهديدا للأمن، كان يصدر الإرهاب إلى مختلف دول العالم، من أمريكا إلى أمريكا الجنوبية إلى أوروبا، ويقوم بتسيير الحروب إلى العراق إلى سوريا. فالعالم كان في مشكلة مع هذا النظام، وهناك مقاومة جادة في وجه هذا النظام، هي المقاومة الإيرانية المتمثلة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق. السؤال هو:
ماذا فعل الغرب تجاه هذه المقاومة؟ يا أخي الغرب تبنى سياسة المهادنة والمصايرة واسترضاء هذا النظام، ودفع الثمن من المقاومة الإيرانية، وضعتنا في غوائم الإرهاب. يا أخي يوما جاء محمد خاتمي ويدعي أنه رئيس إسرائيلي، يوم آخر جاء حسن روحاني ويدعي أنه معتدل. نعم. والغرب استطاع من خلال هذه اللعبة، أن هذا النظام استطاع من خلال هذه اللعبة أن يقول نحن نريد التغيير في الداخل الآن. ماذا كنا نقول نحن كنا نقول، وما زلنا نقول هذا الكلام، أن النظام ولاية الفقيه ليس له حل. الحل الوحيد لنظام ولاية الفقيه هو شطب هذا النظام من المعادلة السياسية. ولكنهم ماذا فعلوا؟ وضعونا في قامة الإرهاب. أمريكا وضعتنا في قامة الإرهاب في عهد كلينتون، بعدين أوروبا وضعتنا في قامة الإرهاب، بريطانيا وضعتنا في قامة الإرهاب لمدة 15 عام. يا أخي العزيز، أنا رجل قانون أعرف ماذا أقول. نعم. خلال 15 عام كل طاقاتنا، كل إمكانياتنا، كل أموالنا صرفت لهذه المعركة الكبرى ضد القوائم الإرهابية، حتى استطعنا من خلال الأحكام القضائية لمختلف محاكم الأوروبية والأمريكية شطب اسم المقاومة الإيرانية من قوائم الإرهاب. إذا أردتم أن تعرفوا مدى استقلالية مجاهدي خلق وحركة المقاومة الإيرانية، أرجوكم أن تنظروا إلى هذا التاريخ. تاريخنا مليء بالفخر والاعتزاز بأننا كنا نبني كل شيء على صواعدنا وعلى اعتمادنا على شعبنا لا على دكتور العسكر. زاهدي، وهذه كما قلت، أنت تؤكد بأنه لا يوجد أي علاقة بينكم وبين الإسرائيليين. أنا أتكلم عن المبادئ، ونحن نمشي على هذه المبادئ، ولا أريد أن أدخل هذه المتاهات، لأنني أعتقد أن من الواضح بمكان أن الآن أقول لكم شيء آخر أيضا حتى تعرفوا ماذا يدور. الآن بعض الأطراف تحاول فرض ابن الشاه على الساحة الإيرانية. إذا تابعتم طبعا ما هو ابن الشاه؟ طبعا. ابن الشاه هو ابن ديكتاتور اللي قتل مؤسسي حركة مجاهدي خلق، قتل منا كثيرا، عادم وعذب مئات من كوادر هذا الشعب. وإذا لم يقم شاه بهذه الإعدامات لم يستطيع خميني من يأتي إلى إيران ويقوم باستلاب الحكم وبسرقة قيادة ثورة الشعب الإيراني. لأن ثورة الشعب الإيراني في عام 1978 و79 كانت ثورة شعبية حقيقية عارمة، لكن مع الأسف الشديد بسبب ممارسات الشاه، بسبب تصرفات الشاه، بسبب غيامه أولا الانقلاب ضد الدكتور مصدق، فكان هناك حقد دفين لدى أبناء الشعب الإيراني ضد حكم الشاه، وبعدين إعدام كوادر وقيادة الحركات المقاومة الإيرانية، يعني حركة مجاهدي خلق وفدائي خلق. فبغيت الساحة فارغة من القيادة. خميني كرجل دجال جاء وسرق قيادة الثورة الإيرانية. إذا نقول دائما بأن خميني كان ولي العهد للشاه. الرجل الذي جاء إلى الساحة طبعا كان له صورة دينية، رجل دين، مرجع ديني، لكن في الصميم السياسة كان استمرارا لحكم الشاه، الحكم الديكتاتوري للشاه. فالسؤال هو ما هو الرأس مال ابن الشاه الآن؟ رأس مال ابن الشاه أنه ابن ديكتاتور. طيب. ديكتاتور عمل لكن نفس الشيء من اللي يعمله من الواضح يا دكتور زاهدي، من الواضح نعم. أنه لا إسرائيل ولا الولايات المتحدة يسعيان إلى تغيير النظام في إيران، وهذا كان واضح تماما تماما. أحسنتم. فهذا هو الفارق الكبير بيننا وبين جميع هؤلاء. نحن نريد إسقاط هذا النظام، وشعبنا يريد إسقاط هذا النظام. هذا أخي هذه المعادلة الصغيرة، لكن أعتقد هذه أهم معادلة في إيران. الشعب الإيراني يريد إسقاط هذا النظام، ويريد إقامة جمهورية ديمقراطية مبنية على فصل الدين عن الدولة والمبادئ التي أعلنتها السيد رجبي في خطته ذات النقاط العشر. إذا نحن نريد هذا العالم، هذه الجمهورية لمستقبل إيران. فللغرب ليس هناك أحد يريد
هذه الحالة لإيران. إذا لهذا السبب يا أخي، لهذا السبب بغي نضالنا لمدة 44 عاما. نحن كنا دائما في الساحة. تعرفون أن كان لنا جيش تحرير على الحدود الإيرانية العراقية. مم. نحن ألحقنا ضربات قاسمة لهذا النظام. إذا تصفحتم تاريخ حركة المقاومة الإيرانية، لا أحد استطاع من إلحاق ضربات كبرى مثل الضربات التي نحن ألحقنا بهذا النظام. إذا هناك عدو حقيقي تاريخي كبير لهذا النظام، هو أولا الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية التي تعبر عن آمال وعن طموحات هذا الشعب. وهذه المعادلة هي التي ستحدد مصير إيران ومصير هذا النظام. مصير هذا النظام لن يكون سوى السقوط، سواء طال أم قصر. ومصير الشعب الإيراني سيكون إقامة جمهورية ديمقراطية حرة مصالحة مع الجيران وخارجة من كل هذه المتاهات. طيب. أنا لم أستطيع أن أتكلم عن المشروع النووي. إذا سمحتم لي أنا أريد شوي أن أتكلم عن المشروع النووي أيضا. مم. أنا قلت لكم أن المشروع النووي الذي كان أيضا مشروع تخريبي، مشروع للهيمنة، هيمنة النظام على الشرق الأوسط، هذا المشروع ليس له أدنى صبغة شعبية. لأن يا أخي نحن في بلدنا، لا أعرف، رابع وخامس بلد في النفط في العالم، ثاني بلد في الغاز. إيران جنة الشمس أكثر من 300 يوم من أيام السنة. هناك جو مشمس في إيران. هناك مناطق في إيران فيها رياح عاتية دائما. أقصد أن هناك من الطاقات النظيفة في إيران لا يستهان بها. فلماذا النظام الإيراني يريد أن يذهب إلى المشروع النووي؟ النظام الإيراني يقول كيف؟ طبعا يقول نحن نريد من خلال المشروع النووي مشروع سلمي ونريد لإنتاج الطاقة. لكن لعلمكم حتى الآن فقط 1% من الكهرباء الإيراني تأتي من الطاقة النووية، من طاقة من محطة بوشير. إذا كلام كاذب، كلام فارغ، كلام دعائي. كما تفضلتم صحيح، النظام الإيراني يريد إنتاج قنبلة نووية. نحن منطلقا من مبادئنا، من مصالح شعبنا، نحن قمنا بكشف البداية. نحن المقاومة الإيرانية هي التي قامت بكشف النقاب عن المشاريع النووية الإيرانية في عام 2002 دكتور. في ناتنز في العراق. طيب. بعد ذلك انتبه العالم أن هناك مشروع دكتور، تسليمي وبدأت هذه كيف المعركة. نقوم بتفسير هذا؟ قبل الضربة الأمريكية للمنشآت النووية، تم يعني يقال بأنه تم نقل هذه المواد إلى مواقع غير معلومة. هذا يمكن يطرح أيضا علامات تساؤل. هل هناك تنسيق ما بين الولايات المتحدة وإيران؟ حقيقة ما عندي هذه المعلومة، ولا أستطيع أن أحكم على هذا الموضوع. لكن أعتقد يعني إذا أردنا أن نعرف ماذا يدور، هذا النظام حقيقة نظام بارع جدا في الخداع، بارع جدا في عدم الوضوح. إذا يمكن أن يعمل أي شيء، لكن أعتقد أنه لا يستطيع من مواصلة مشروعه النووي. طيب. إذا أردتم النتيجة، ما النظام لن يستطيع يمكن طبعا إذا بقي في الحكم لمدة طويلة يمكن، لكن لفترة غريبة لا يمكن له طيب. مواصلة هذا هل المشروع. هذا صحيح، المشروع وهنا أريد من حضرتك قد تكون أعلم، هل صحيح أن ما بنته إيران في 44 سنة خسرته في 10 أيام، أم أن هذه مبالغة لما حدث؟ لا أعتقد أن لأن المشروع النووي بدأت في التسعينات، يعني بعد الحرب الإيرانية لا، أنا العراقية بدأت لا أتحدث عن فقط المشروع النووي دكتور. نتحدث أيضا عن الصواريخ البالستية، نتحدث عن الوكلاء اللي موجودين في المنطقة. نحن بنعرف أنه هذا المشروع لم يبدأ. نعم. يعني خلينا أن يعني أنا نحكم. أتحدث عن المشروع الإيراني ككل. إذا وافقتم، أنا عبرت أعتقد بشكل مناسب أن هذا النظام قبل ذلك خسر أذرعه، خسر عملائه في لبنان، في
في سوريا طبعا بشار الأسد انتهى نهائيا، وأيضا في الدول الأخرى. أليست إذا هذه مبالغة دكتور زاهدي؟ يعني حزب الله موجود، الحوثيين موجودين أيضا. نعم موجودين، لكن الوجود يا أخي، وجود شكلي. لا أعرف هل البرنامج يسمح أن شوي أن ندخل تفاصيل هذا الموضوع يا أخي. آه. استراتيجية الأمن الوطني، اسمح لي أن أقول بكلمة، م- استراتيجية الأمن الوطني بين القوسين للنظام الإيراني كان خلق كيانات مماثلة له في الدول الأخرى م- لتكون عائقة أمام بينه وبين الدول الغربية. وهذه الكيانات كان المثل الأول حزب الله. السؤال هو ماذا فعل حزب الله لما قام الغرب باستهداف النظام الإيراني من صميم؟ لم يفعل ولو شيء، ولا لم يستطيع يفعل أي يتحرك. شيء. م- هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. إذا أعتقد أن استراتيجية الأمن الوطني للنظام الملالي انهارت تماما. وأعتقد أن هذه الأيام العشرة تكرست وكرست هذا الواقع. هذه الأيام العشرة كرست هذا الواقع بأن استراتيجية النظام الإيراني للبقاء انهارت. فما بقي شيء مهم جدا هو واجب الشعب الإيراني ومقاومته بتخليص أبناء الشعب الإيراني والشعوب المقبولة في الشرق الأوسط حقيقة من هذا النظام الهدم. دكتور زاهدي، بالنسبة يعني الحديث عن الوكلاء الآن، من المعروف أنه حزب الله تلقى ضربات موجعة. الأمريكان والبريطانيين شاركوا أيضا مع الإسرائيليين، شاركوا في ضرب أهداف للحوثيين. لكن حقيقة في العراق، لماذا لم يتم استهداف كل هذه الميليشيات الموجودة الآن في العراق، والتي يعني تهدد كل ساعة باستهداف إسرائيل؟ ويعني بالأمس أيضا يعني كان في حديث أنه هذه الميليشيات كانت على أهبة الاستعداد لقصف قاعدة عين الأسد. نعم، لكن كان مجرد حديث. أنا أعتقد أن المعادلة العراقية أيضا تغيرت. مم. تغيرت المعادلة العراقية. يعني أنتم تذكرون أن في بدايات قبل في بدايات قضية غزة كانت هذه الميليشيات العراقية كانت تضرب القواعد الأمريكية، لكن انتهت نهائيا. يا أخي المعادلة تغيرت. مم. معادلة الشرق الأوسط تغيرت مش خلال هذه الأيام العشرة، تغيرت تدريجيا بقطع عزر النظام الإيراني في المنطقة. وأعتقد أن هذا الواقع قد تكرس خلال هذه الأيام. والآن جاء دور الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية هذا الدور الذي عبرت عنه السيدة رجبي في البيان الذي قرأته في البداية، أن نعم نحن حربنا مستمرة ومواصلة، وهذه الحرب هي الحرب المصيرية طبعا في البداية أولا وثانيا وثالثا لأبناء الشعب الإيراني، وبعد ذلك لأبناء الشعوب الأخرى، شعوب الشرق الأوسط. العراق اللي نحن نعرفه جيدا، عشنا في العراق لسنوات ونعرف حقيقة طبيعة الشعب العراقي، ثروات الشعب العراقي. لكن الآن وبسبب سياسات النظام الإيراني هذا الشعب، ملايين، عشرات الملايين من أبناء الشعب العراقي أيضا يعيشون في فقر وفي مشكلة كبرى، كما أن أبناء الشعب الإيراني 90 مليون أبناء الشعب الإيراني مع كل الثروات وكل الخيرات الموجودة في هذا البلد، الآن أكثر من 80% من أبناء الشعب الإيراني يعيشون تحت خط الفقر. هذا هو الواقع. أعتقد هذا هو حصيلة هذا النظام. إذن أنا أعتقد أنه لما نريد أن نعرف ماذا يدور حقيقة في السميم، صحيح أننا يجب أن نذهب إلى المعادلة الإقليمية بين الدول كذا، لكن مرة أخرى أيضا يجب أن نذهب إلى أبناء الشعب. يا أخي هناك 90 مليون إيراني، هؤلاء لهم تاريخ، لهم فكرة، لهم عقيدة، لهم طيب. مستقبل. دكتور زاهدي، سؤال أخير: إلى إيران إلى أين الآن؟ نعم، كما قلت أولا هذا النظام ليس له أي مستقبل، وبالتأكيد هذا النظام سيسقط. هل السؤال السياسي الكبير هو هل هناك بديل أم لا؟ نحن نقول نعم هناك بديل. نحن لا نقول لأننا نحن نعتبر أنفسنا بديل.
الواقع يقول أن البديل هو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وحركة حركة المقاومة الإيرانية، لأن هذه الحركة أولا جاءت إلى الساحة منذ 44 عاما، ناضلت ضد هذا النظام، دفعت الثمن، ثمن باهظ جدا، قام بكشف هذا النظام على الصعيد الدولي، على المشروع النووي، على سبيل حقوق الانسان، الارهاب، كل ما جرى على الصعيد الدولي. هذه المقاومه له جسم سياسي متكامل، المجلس الوطني للمقاومه الايرانيه، ولهذا المجلس ايضا برنامج وخطه عمل واضحه جدا اعلنت قبل عشرات السنين، وتلخصت كل هذه المشاريع، يعني مثلا فصل الدين عن الدوله، الحريات الاساسيه، المساواه بين الرجل والمراه، السلام مع الجيران، يعني هذه المبادئ والخطط التي اعلنها المجلس الوطني للمقاومه الايرانيه، لخصتها السيده مريم رجبي في خطه نقاط العشر. أنا اعتقد خطه نقاط العشر الان مدعوم من قبل، يا اخي، من قبل اغلبيه اكثر من 40 برلمانا في العالم، اغلبيه اكثر من 40 برلمانا في العالم. هذه الخطه هي التي تحدد مستقبل ايران. أش... ايران. نعم، نعم. أشكرك جزيل الشكر الدكتور زاهدي، رئيس لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. شكرا جزيلا لك على وجودك، وإن شاء الله نكون يعني لاحقا أيضا في حلقات للحديث عن يعني التطورات وما قد يحدث مستقبلا. شكرا لك دكتور. ان شاء الله. لا، شكرا جزيلا. الله يحفظكم. أهلا.